السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه بخير. نتمنى الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله وتكونوا في صحه جيده. مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم مطبخ خديجه البهجه. الوصفه ديال اليوم البنات اولا الفيديو ديال اليوم هي غادي نتشارك معكم طريقتي في الخبيزه. كتجي طريقه رائعه البنات، نتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر. غندوزو دابا الطريقه ديال التحضير. بسم الله نبداو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب. عندي البنات الخبيزه اللي نقيتها غسلتها المره الاولى البنات وخليتها حتى تسقطرات. عاد غادي نبدا نقطع فيها بهذا الشكل هذا اولا بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا. والطريقه اللي غادي نتشارك معكم البنات طريقه سهله بدون تعقيدات، وكتجي البنات الخبيزه رائعه. والخبيزه هي من النباتات اللي زوينه بزاف البنات وفيها فوائد كثيره. ونتمنى الفيديو ديال اليوم كيف ما قلت لكم ينال الاعجاب ديالكم. كيف ما كتشوفوا معايا كنقطعها بهذه الطريقه هذه كيف ما قلت لكم. نغسلها ونخليها في شبيكه تسقطر حتى كتسقطر، ونقطعها ونعاود نغسلها مره ثانيه ونخليها تسقطر، عاد نحطها باش تفور البنات. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا كنقطع بهذا الشكل هذا. هنا راني زربت الفيديو شويه البنات باش ما يجيكمش طويل. كيف ما كتشوفوا معايا هنا غادي نوريكم الخبيزه كيفاش نقيتها على هذا الشكل وغسلتها كيف ما قلت لكم وخليتها تسقطر. كنحيدوا داك الزوائد اللي كيكونوا في القدام وكنقطعوا بهذه الطريقه هذه. ونتمنى اللي مازال ما اشتركاتش معايا في القناه وكتشوف الفيديو ديالي تشترك. مرحبا ومية الف مرحبا. وكنرحب بالبنات الجدادات معايا في القناه، وكنرحب بالبنات اللي كاينين معايا من البدايه ديال القناه حتى هما ما ننساهمش. والاخوات الجزائريات اللي كيخليوا لي كومونتيرات زوينين في حقي حتى هما كنوجه لهم التحيه من هذا الفيديو هذا. وكيف ما كتشوفوا معايا هذه هي الطريقه ديالي في الخبيزه. كتجي طريقه رائعه. كنجيب الكسكاسه البنات واللي قطعتها كنحطها فيه كنسرحها بهذا الشكل هذا. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا غادي نعاود نقطع معكم مره اخرى باش اللي ما فهمتش تفهم. والبنات المبتدئات يجربوا طريقتي في الخبيزه وتنجح معاهم من اول تجربه. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا كنقطع بهذه الطريقه هذه وكندير في الكسكاس. ودابا بعد ما قطعت الكميه كامله ديال الخبيزه وغسلتها وخليتها تسقطر البنات غادي نجيب 6 دروس ديال الثومه. وهذا والخبيزه البنات كتبقى على حساب اللي متوفر عندكم وعلى حساب الكميه اللي بغيتو ديروا نتوما. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نشد هاد الدريسات ديال الثومه وغادي نغرسهم هكا في الخبيزه ديالي ونغطي عليهم كيف ما كتشوفوا معايا باش يتفوروا ليا مع الخبيزه. والخبيزه انا راه ما كنسلقها، ما كندير ليها، ما كنطيبهاش في الكوكوط نيشان. كنفورها البنات باش هادوك المواد اللي فيها، هادوك المواد الغذائيه اللي فيها يبقاو فيها البنات، ماشي نسلقوها ونحيدوها نحيدوا داك المعدن نشدو ديك الساعه غادي نكونوا كنا يا الربيعه البنات. اما باش تاكلوا الخبيزه صحيه هذه هي الطريقه ديالها. غادي نحطها تفوره البنات ونرجع معاكم. هنا البنات بعد ما تفورات ليا الخبيزه كيف ما كتشوفوا معايا راني غطيت عليها بواحد البلاستيكه باش تشد عليها الصاد ودغيا طيب ليا. هانتوما كنجبد هذوك الدريسات ديال الثومه كيف ما كتشوفوا معايا راه كنلقاهم البنات كنلقاهم طايبين زبده. كنجبدهم هما الاولين كيف ما قلت لكم راني درت 6 دريسات ديال الثومه. غادي نجبدهم وغادي نحطهم في واحد الاناء. ونتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ونكون عند حسن الظن ديالكم. ونتمنى تكونوا كتستمتعوا وانتم كتفرجوا في الفيديوهات ديالي، ما نكونش ثقيله على قلبكم البنات. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا هنا غادي نوريكم الخبيزه راها طايبه البنات. كيف ما كتشوفوا معايا كتقلبوها كتوركوا عليها كتلقاوها طابت كيف ما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه. صافي راه الخبيزه ديالنا واجده. غادي نخليها جانبا وغادي ندوز باش نقاد ليها الشرموله اللي غادي نستعمل في الخبيزه ديالي. كيف ما كتشوفوا معايا هنا كنبجغ هذوك الرويصات ديال الثومه راه كيتبجغوا معايا بكل سهوله. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا حين طايبين كنطبطب عليهم هكا بالملعقه وكيتمعسوا البنات اولا كيتبجغوا بكل سهوله. هنا غادي ندوز باش ندير معكم المقادير. عندي عصير ديال حامضه البنات ودرت معاها شويه ديال القزبر ومعدنوس. الملحه غادي ندير على حسب الذوق.
غادي ندير كلشي في هاد الكاسرونه هذه البنات، باش غادي نحط الكل ديالي يتشحر البنات. كيف ما كتشوفوا معايا درت معلقه ولا نص معلقه ديال الملحه، وجا القياس هو هذاك فديك الكميه اللي درت ديال الخبيزه. هنا التوابل عندي، غادي ندير شويه ديال الابزار كيف ما كتشوفوا معايا، حيت غادي ندير شويه ديال السودانيه من بعد. عندي التوابل، عندي سكينجبير والابزار والتحميره والكمون فقط البنات، وشويه ديال الهريسه كيف ما قلت لكم اولا السودانيه الحاره. التحميره غادي نحاول ندير شويه كميه كبيره من التحميره باش يجيني اللون ديالها شويه مايل الحموره البنات. ما كندير لا خرقوم ولا حتى شي حاجه، كندير فقط الكمون، تحميره، سكينجبير، ابزار، شويه ديال السودانيه اختياريه، والحامض والملحه. راه غادي نخلي لكم البنات المقادير مكتوبين في صندوق الوصف. وغادي ندير الزيت البلديه والزيت النباتيه، هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا تقريبا شي 4 المعالق ديال زيت الزيتون، وزيت نباتيه حتى هي كذلك البنات. وغادي نحرك هاد الشرموله هذه وغادي نحطها فوق البوطه تشحر باش نوضع فيها الخبيزه ديالتي. هذه هي الشرموله ديال الخبيزه البنات، وكتجي طريقه رائعه. دابا بعد ما خلطت هذوك المكونات كاملين اولا ديك الشرموله غادي نحطها فوق البوطه حتى كتبدا تغلي كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نضيف ليها الخبيزه ديالي اللي تبخرات من قبل. غادي نضيفوها فقط هي راها طايبه البنات، غادي نضيفوها باش تشرب ليا دوك التوابل مع الحامض مع الزيت مع المكونات اللي ضفت ليها، ونخليوها تشحر لينا مزيان كيف ما قلت لكم وتشرب ليا هذوك التوابل اللي ضفت ليها. ونتمنى الطريقه ديالي تنال الاعجاب ديالكم البنات في الخبيزه. هنا كاين اللي كيبغي يضيف ليها الزيتون الاحمر البنات اولا طريفات ديال المصير، انا كنكتفي بها فقط هكا وكنزينها بطريفات ديال الحامض من بعد. هنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا راني ضفت لها شويه تاع السودانيه كيف ما قلت لكم. السودانيه كتبقى اختياريه، الا بغيتوا تضيفوها ضيفوها، يمكن لكم تستغناو عليها. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا وكنحرك الكل جيدا وكنخليها كيف ما قلت لكم فوق البوطه فقط شي 10 دقائق باش تشرب ليا هذوك التوابل اللي ضفت ليها، وكتصبح الخبيزه ديالنا واجده. هنا بعد ما وجدت الخبيزه ديالي غادي ندوز باش نحطها في طبق التقديم. عندي لي طرونشه البنات ديال الحامض غادي نزين بهم كيف ما يمكن لكم، كيف ما قلت لكم تزينوا بالزيتون الاحمر وشويه ديال المصير. انا كنكتفي فقط ما كنضيفش ليها الزيتون، كنكتفي فقط بهاد الطريقه اللي شرحت معكم في الفيديو. انتم كيف ما كتشوفوا معايا يمكن لكم تقدموها مع الاطباق ديالكم البنات، يمكن لكم تقدموها هكا في طبيصلات فرديين. وكانت هذه هي النتيجه ديال الخبيزه كيف ما كتشوفوا معايا. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ويكون عند حسن الظن ديالكم. بسلامه عليكم البنات، الى فرصه قادمه وفيديو جديد ان شاء الله. ونتمنى منكم توصلوا الفيديو ديالي لاكبر عدد من اللايكات، وما تنسونيش من البارطاج. وبسلامه عليكم.